معروف إنه كيد النساء عظيم، بس كيد الرجال على أعظم. في قاضي تزوج على مرته بالسر بدون ما تدري يعني، بس مرته كانت شاكة إنه متزوج، بس ما كان في دليل بإيدها، وصارت كل ما تحكي لجوزها بالموضوع إلها أنت عم تتخيلي وما في شي من هالحكي. وبس حس القاضي إنه مرته شاكة بالموضوع، عمل خطة هو ومرته الثانية على مرته الأولى. اتفق هو ومرته الثانية إنه تيجي لعنده على البيت بعد صلاة الظهر وتسأل عنه، وفعلا إجت مرته الثانية على بيته وسألت عنه. طلعت عليها مرت القاضي وقالت لها شو بدك؟ قالت لها بدي القاضي يستشيره بشغلة بعد إذنك. وقعدوا الثلاثة سوا بنفس الغرفة، القاضي ومرته الأولى ومرته الثانية، وصارت مرته الثانية تحكي له: يا سيدي القاضي، أنا وجوزي بنحب بعض كتير، بس لاحظت عليه بالأيام الأخيرة إنه متغير، وحاسة إنه متجوز علي بس ما عندي دليل، وكل ما أفتح سيرة الموضوع معاه بيقول لي أنت عم تتخيلي وعم تتوهمي. فقالها القاضي: هي وساوس الشيطان عم يوسوس لك مشان ينزع بينك وبين جوزك، فتعوذي بالله من الشيطان وشيلي الشكوك من راسك. هون تدخلت الزوجة الأولى وقالت: حالتك نفس حالتي، أنا نفس الشي يا أختي عم بصير معي، أنا كمان شاكة بجوزي إنه متجوز علي. قام القاضي قال: حكى بدري وانشرح صدري، هاي مرتي مثلك، ليش نروح بعيد؟ عم تتخيل إني متجوز عليها وعم تتوهم، وهي قدام الله وقدامكم رح أقول إذا كان إلي برات هالغرفة زوجي فهي طالق. نطت مرته من مكانها وهي عم تضحك وتعلقت برقبته وقالت له: تحرم علي من هاليوم إذا عاد شكيت فيك، وسامحني على كل شي بدر مني. هون إبليس ارتكى وقعد على جنب. هذا هو كيد الرجال اللي حكيت لكم عنه. والرجال نوعين: رجل إذا أحبك أعادك طفلة تركض في حقول الياسمين، والنوع الثاني اللي عندكم كلكم منه.